دول بقى كده شويه منظفات كده جبتهم للبيت. تمام، دول كده ان شاء الله باذن الله يقضوني الشهر. تعالوا كده نقول بسم الله ونشوف كده جبنا ايه. جبت كده كلوروكس ابيض. تمام، دول للغساله الاوتوماتيك. انا كان عندي كلور عادي فجبت كلوروكس ابيض. بسم الله. الباكو دوت ب5 جنيه. تمام، جبت كمان الليف اللي هو بتاع المواعين ده اللي بيبقى جواه زي سلك كده. تمام، الواحده ب5 جنيه. انا جبت الاتنين دول برضو بيقعدوا معايا الشهر. تمام، وجبت كمان اللي هي الفوطه الميكروفايبر ديت حلوه قوي، بستعملهم بصراحه كتير في التنظيفات، فقلت برضو اجيب واحده. ديت عامله 15 جنيه. تمام، وجبت كمان انا هنا عندي صابون وش، كنت جايبه صابون للحمام، كنت جايباه كده من التموين. تمام، فجبت 2 برضو اللي هو الرويال ده. الصابونه دي بجد بتبقى جميله جدا وريحتها بتبقى تحفه. الصابونه عامله 11 جنيه. تمام، فانا جبت 2. وجبت كمان تمن سلك مواعين. تمام، ده كده ب5 جنيه. وجبت كيس اوكسي ده للعادي. تمام، دوت ب25 جنيه. انا جبته بقى مش بستعمله في الغسيل العادي، انا بجيبه بخلطه بالاوتوماتيك. جبنا هنا بصوا ده اوتوماتيك، الكيلو ب25 جنيه. ده ربس اوتوماتيك ب25 جنيه. فانا جبت 2 كيلو وهخلطهم بدوت، وبستعملهم في الغسالة العادية منه. ده بيدي ريحة حلوة ودوت للغسالة الاوتوماتيك بيدي نظافة. بخلط الاتنين مع بعض وهوريكم كمان هخلطهم دلوقتي مع معاكم. وقبل كده قلت لكم ان انا بستعمل في الغسالة العادية في الغسالة الاوتوماتيك الربس العادي مفيش مشكلة، ما بكترش كتير. تمام، وجبت كمان دوت بقى ايه كلوروكس الوان. انا جيت اجيب ازازه كلوروكس عادي، لقيت اللي هي الالوان دي للاوتوماتيك لقيت الازازه عامله 36 جنيه. تمام، فالازازه صغيره برضو مش هتقعد معايا الشهر. فقلت له ايه طب العادي ده بكام الاوتوماتيك السايب؟ قال لي اللتر ب10. قلت له طب ايه ادينا جربه. هو طبعا مش مركز زي التاني. تمام، انا بجيب دايما اسمه بنسيه دوت من شركة الزيوت والصابون ديت اللي فاتحة عند كوبري محرم بيه. دي كنت بجيبها الاول ب9 جنيه، دلوقتي عاملة تقريبا 18 جنيه. بس بصراحة مركز، والازازة دي بتقعد معايا الشهر. بس انا حاليا مش هروح هناك، يعني مش رايحة شركة الزيت والصابون دلوقتي. فانا قلت ايه هجيب اللتر ده دلوقتي امشي نفسي بيه لحد ما ربنا يسهل ابقى اروح هناك واجيب منهم. تمام، دي كده المنظفات اللي انا جبتها اللي هتقضيني باذن الله باذن الله الشهر. الصابون ده مع الصابون اللي عندي مع الشاور. الكلوروكس الابيض دوت هيقعد معايا الشهر وباذن الله هيفيد كمان للشهر اللي بعده. سلك المواعين، يعني شويه الحاجات دي ان شاء الله باذن الله هتقضيني الشهر والزياده كمان بامر اللي اكمل عليهم الشهر الجاي اذا عشنا وكان لينا عمر. تمام، فضي بقى حاجتنا كده ونلم الدنيا دي. بصوا هنا، بصوا دول كده دولت باقيين من الشهر اللي فات كمان. تمام، بصهم هنا بس الاول علشان اضيف دولت الاول وبعد كده افضي دول. تمام، ده جيركن اللي هو بتاع البويه والحاجات دي. انا هشتري بيكو يعني جيركن حاليا. لا قلت ايه هلم الدنيا كده لحد ما ربنا يسهل كل شهر نجيبه اللي احنا نفسنا فيه واللي احنا عايزينه. تمام، فانا هعمل ايه هضيف كده ادي دوت اول كيلو. تمام، وهنضيف برضو التاني ده. الربس ده بجيبه من بتاع المنظفات سايب كده، هو ربس اوتوماتيك في كذا نوع وفي ب35 وفي دوت. هما قال يعني ايه هما اللي بيصنعوه. انا جبته كذا شهر بصراحه جربته في منتهى الجمال. تمام، وهضيف عليه كيس الاوكسي ده عشان يديله ايه ريحه شويه مع الغسيل. انا طبعا ببقى جايبه الدوني بس ده بيديله ريحه ايه كمان معاهم. تمام، يعني ايه نخلطهم بقى كده اهو مع بعض. بسم الله. بصوا حتى الكوبايات ديت اللي بجيبها ايه نعمل بيها عصير كده اهوت بجيبهم برضو استعملهم اهو. تمام، اضيف بقى دولت
كده كمان اللي هم ايه كانوا موجودين من الاول. دول ان شاء الله ان شاء الله هيقضوني الشهر ان شاء الله. بصوا اللي انا وريتهم لكم دول من الشهر اللي فات، وفضل معايا كمان شويه هم، يعني ان شاء الله دول هيقضوني وهيفيد اهو. الاوكسي بيديله ريحه حلوه. ادينا كده ايه فضيته تمام. برضو هنفضي الكلوروكس. بصوا برضو بجيب الدوني ده اهو، بنسيه برضو نفسي دوت من نفس شركة الزيوت والصابون. ده برضو تقريبا عامل من 12 ل 15 في الرينج ده. انا الحقيقه مش متذكره عشان كنت جايبه برضو كذا واحده، ودي اخر عبوه عندي. يعني انا لما بروح الشركه بجيب كذا عبوه من كذا حاجه بسيبهم عندي، عشان ايه مش كل شهر هروح المشوار ده، لان بالنسبه لي بيبقى مشوار تمام. فدولت اخر حاجه كانت عندي، بس الكلوروكس كان خلص خلاص. والدوني دي اخر عبوه عندي. الدوني ده مركز جدا تمام. بسم الله. برضو يعني الى حد ما الكلوروكس ده مركز مش خفيف كويس، بس ايه يعني احنا هنجربه برضو في الاوتوماتيك، هنجربه في الغسيل عامل ازاي وان شاء الله خير تمام اهوت. يا دوب هو ايه هيملى الازازه. نفضي دول ادي كده. برضو ايه برضو كمان يا بنات في برضو ممكن نعمل فكره حلوه قوي مع الصابون، مع الرابسو اللي هو الاوتوماتيك. عارفين لما بقى الفكره يا بنات، الاول كده هنمسح ايه الجراكن والازايز والكياس اللي جبناها تمام. الفكره اللي ممكن نعملها هنا هوت ايه هقول لكم. هنا ممكن البروه بتاعت الصابون اللي بتتفضل مننا صابون الوش ديت، ممكن تعملي فيها ايه تبشريها وتضيفيها مع الربس ده، منها بتدي ريحه حلوه وبتنضف الغسيل. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا عندك ايه مثلا الاسبوع دوت استعملتي صابونتين مثلا، سيبيهم ينشفوا وبعد كده ابشريهم وضيفيهم هنا وقلبيهم، هينضفوا الغسيل وهيدوا ريحه حلوه جدا في الغسيل معاكي تمام. دي برده فكره حلوه هتنفعكم جدا في الصابون. والربس العادي على فكره الربس الاوتوماتيك السايب حلو مش وحش، يعني انا جايباه بصراحه بغسل الغسله غسله واحده مش غسلتين، الا بقى لو يعني الاولاد خرجوا واتنططوا وبهدلوا بقى الهدوم جامد قوي، او كوكي هدومه اتبهدلت قوي. انتوا عارفين الاطفال في السن ده بيبهدل هدومها جامد، ده اللي ممكن اغسلهم غسلتين، بس الاغلبيه لا بتبقى غسله واحده تمام. كده بقى خلاص هنشيل بقى الحاجه دي، وبعد كده هنقوموا جايبين ايه سلك المواعين ده هنقسمه. بس الاول هرص حاجتي دي، رصينا الحاجه خلاص. هنا بقى هبدا ايه اشيل سلك المواعين ده تمام. انا مش هشيله بالمنظر ده، انا قلت لكم قبل كده في بدايه القناه انا بحب اشيله مقصوص على اساس ان انا استهلك القطع على طول تمام. فانا ايه بجيب كده اقصه، معلش يعني احنا بنتعب مثلا يوم في الشهر يومين، وبقيه الشهر بيبقى بالنسبه لنا اريح شويه، لان بنرص الحاجه وبنشيلها على نظافه، فالحاجه بالنسبه لنا بتفضل ايه متشاله معانا ومريحانا وبتستسهل علينا الوقت، توفر علينا وقت كتير جدا. بصوا اهو هنا اي بقى ورقه جورنون كيسه هنا افرديها وقصي عليها. انا عملت هنا ايه يا بنات كيس من اللي بنجيب فيه المنظفات، بنجيب فيه الخضار اي حاجه، مسكته هنا اهوت قسمته نصين تمام وفردته كده وهشتغل عليه، وفي الاخر هرميه تمام اهو. هنا بنعمل السلك كله كده شكل واحد، وفي الاخر مثلا انا جيت محتاجه قطعه صغيره، لما اجي استعمله ابقى اقص قطعه صغننه خالص واستعملها مفيش مشكله تمام. عايزه تقصي لنفسك قطعه صغننه بصوا اهي، يعني مثلا ايه نستسهل علينا برضو كمان نعمل قطع صغنونه كده، على اساس لو انا محتاجه قطعه صغيره ومش محتاجه القطع الكبيره قوي دي اهو. بصوا كده
في الاخر بقى نلم الكيس ده ما يبقاش فيه الحتت الصغيره الفرافيت اللي بتنزل دي اللي بتبهدل الدنيا، عارفينها انتوا. واحنا بقينا بصراحه كسوليين جدا وعايزين اي حاجه نستسهل وما يبقاش فيه تنظيف كتير وما فيش بهدله دي. وبنرصها في اي برطمان عندك، بصوا اي برطمان. تيجي بقى تسحبي القطعه بتاعتك بس. ده بيوفر علينا وقت مجهود، تبقى حاجتك كلها ايه مرصوصه. وبالذات بقى سلك المواعين ده، عارفين لو حاطينه في كيسه كده يا لهوي بيبهدل الدنيا بجد والله. يعني تخيلي بقى تيجي مثلا تسحبي الكيسه تتقطع، تيجي كل مره بتاخدي القطعه عشان تغسلي المواعين تفرفت لك وتبهدل لك الدنيا. طب ليه ما انا استسهل على نفسي اهو واجهز حاجتي كده اهوت وخلاص، تبقى الحاجه ايه سهله بالنسبه لي. وفرصه بقى كمان واحنا بنعمل تنظيفات العيد وبنلم الدنيا تبقى كل حاجه مرصوصه على نظافه. تمام كده كلها اهي، ادي كده، ادي سلك المواعين معانا جاهز اهو. تمام، مفيش بقى بهدله، مفيش حاجه، كل حاجه رايقه. وادي الكيس كمان اهو ومفيش اي حاجه، يا دوب بس مسحه نضيفه مطرح ايه ما كنا حاطين الكيس او المفرش، بس مفيش حاجه بتتبهدل خالص. طبعا هنمسح بقى كده المطبخ وهنلم الرخامه دي وننضفها برده. يا بنات بقى هتقولوا لي ما جبتيش طيب صابون مواعين فين؟ اهو انا بجيب الصابون، بجيب الجيركن، يعني مثلا ايه الجيركن ده ومعاه جيركن تاني كبير هبقى اوريه لكم برده ان شاء الله. الجيركن التاني دوت 10 لتر. تمام، دول بيقعدوا معايا قد ايه؟ بيقعدوا السنه. تمام، ممكن اجيب عبوتين ويقعدوا معايا السنه. اسمه رويال، ده بجيبه منين؟ بجيبه من محطات التعاون بتاعت البنزين. تمام، حلو جدا، عندك بالخوخ، عندك بالنعناع، عندك بكذا، بالليمون. هنا ده الجيركن الصغير كان بالليمون والجيركن الكبير بالنعناع، فانا خلصت الجيركن الصغير فضيت من الكبير كده في الجيركن الصغير ده. بجيب 2 كبار و2 صغيرين يقعدوا معايا السنه كلها. طيب كان بكام؟ كان ب 160 جنيه نزل عليه عرض، بقى بكام؟ بقى ب 220 جنيه تقريبا. تمام، فانا لما جبته كنت جايباه، بعتذر عن الدوشه دي، كوكي بقى ايه قلب الدنيا خالص. تمام، طبعا انتوا عارفين بقى العيال الصغيره ما بتقعدش ساكته خالص. جبت بقى العبوتين دول ايام ما كان ب 160 يقعدوا معايا بامر الله بامر الله السنه كلها. بس بجد صابون تحفه تحفه تحفه، الريحه في منتهى الجمال. يعني يا بنات الرغوه بصوا والله ولا ضفت خل ولا بيكربونات. بصوا دول بقى كده اليوم كله نغسل بيه المواعين، شويه الكوبايات دول بتوع الفطار والغدا، ولو في حاجات للعشاء عصير. جبت هنا لبن بودره. تمام، دول تقريبا كده ب 100 جنيه. بصراحه مش بقدر استغنى عن اللبن البودره نهائي. وجبت كمان عدس بجبه ب 40، دول ب 41 و14 قرش. الحاجات دي طبعا لا غنى عنهم في البيت. هنا شويه كشري اصفر وبطاطس محمره وسلطه وممكن نقضي بيهم اليوم. هنا شويه عدس بجبه ونقضي بيهم اليوم. كشري مصري اي حاجه. تمام، الكشري عشان اعمل لهم بقى ايه بكره ان شاء الله، ان شاء الله كشري مصري. نعملوا بقى كده شويه كشري حلوين. فجبنا ايه الحمص دوت. تمام، دولت ب 26 جنيه و13 قرش وهو ب 92 جنيه. الحمد لله الحمد لله. وجبنا كمان لبن بودره. بصوا اللبن البودره بصراحه ما بقدرش استغنى عنه في البيت خالص، يعني ممكن اللبن العادي استغنى عنه الا اللبن البودره. شويه عصير نعمل بيه بشاميل، ما فيش لبن اعمل بشاميل بمعلقتين لبن، وهعمل شعريه باللبن. يعني بصوا اي حاجه، ده بالذات ما اقدرش استغنى عنه، ومعلقتين بيكفوا بصراحه، يعني بيبقى فيه البركه ما شاء الله لا قوه الا بالله. دولت الشويه دول ب 110 وهو الكيلو ب 195. دولت يقعدوا معايا قد ايه حسب الاستعمال، ما اقدرش اقول لك شهر، ما اقدرش اقول لك اسبوع، اسبوعين، حسب. يعني اوقات ما بستعملش لبن البودره كتير فدول ممكن يقعدوا معايا اسبوعين 3 اسابيع. ساعات بستعمل كتير يقعد معايا يا دوب 10 ايام ولا اسبوعين. بس في الاغلبيه ان هو دولت بيقعدوا معايا الشهر كامل. تمام، يعني الاغلب ان دول بيكون الشهر.
ممكن على اخر الشهر كده اجيب مثلا ب50 جنيه، ب20 جنيه، ده لو ضروري قوي. تمام. جبت كمان بقى ايه وانا ايه راجعه كده اهوت بعد ما وديت مريم زي ما قلت لكم الكورس، قلت ايه اما احاول على السوق برده، وجبت الحاجات دي كده كده هعدي من على السوق عشان اركب وارجع. لقيت ورق العنب، السوق جميل بصراحه. قلت اما اجيب شويه واشيلهم، انا كل ما اوديها كده ايه كل اسبوع يوم ميعاد الحصه وانا راجعه اقوم جايبه ايه اي حاجه اخزنها. فقلت اما اجيب شويه ورق عنب، انا الاسبوع اللي فات جبت برده شويه وشيلتهم، قلت برده اما اجيب. هنا النص كان ب15. جبته من اللي هم الناس اللي هي الفلاحين دول، ربنا يديهم الصحه يا رب ويبارك في عمرهم. اعطتني النص ده ب12 جنيه بس، بصراحه الورقه ناعمه وجميله، لا حلو بصراحه. فجبت كده قلت ايه اما افرزه واشيله بالمره. طبعا ورق العنب بصوا ملوش روح، يعني يا دوب دول جايباهم الصبح، بصوا ما بيلحقوش يقعدوا. فقلت ايه هقعد دلوقتي اقطفه برده واشيله وافرزه على طول. بصوا يا بنات، نقيت هنا كده الورق الكبير كله عملته في الطبق ده، والصغير كله نقيته هنا وصفيته كويس، وقامت جايه معبياهم في الاطباق وعملتهم بالطريقه دي. ده كده هنشيله في الفريزر على طول. تمام. وبرده عملنا ايه كمان، ولعت على طماطم عشان صلصه الكشري